عارف، الفوبيا مش مجرد خوف، ده حاجة اللي بتخليك تهرب. بس أي حاجة في الدنيا يا صاحبي ليها حل، وخليني أقوله لك لو أنت بتدور عليه. أول خطوة إنك تسمي خوفك بصوت عالي، اعترف بيه. ومفيش معركة بتتكسب من خطوة واحدة، فبالتالي واجهه بالتدريج. غير أفكارك عنه، الفوبيا أساسا من أي شيء بتعيش في عقلك، أنت اللي عملت لها القيمة دي. عارف الفوبيا دي زي إيه؟ زي ضلك، طول ما أنت بتجري منه هيجري وراك، لكن لو وقفت قدامه هيختفي. فدور على النور. احنا كتير بنخاف من الحاجة لما احنا اللي بنديها القوة انها تخوفنا، انت اللي كبرتها في دماغك. التحدي الحقيقي بقى مش انك تتخلص من الفوبيا، لا، انك تدوبها كده زي ما السحابة بتدوب في السماء. لازم تتعلم تواجهها ازاي. ابدأ تقبل العيب اللي فيك، اصل التغيير هيبدأ من هنا، لانك لو ما قبلتش العيب اللي فيك ده مش هتقدر تواجهها. ثق في نفسك، لان لو الفوبيا دي قفص فالمفتاح معاك. فما تخليش الخوف يسرق عمرك. ساعات كتير احنا بنخاف من حاجات بتبقى اقل بكتير من ما احنا نتخيل. العبها مع ابراهيم بكر لو عايز تبقى كسبان، ما هو يا تهاجم لوجودك يا تدافع عن خوفك. وقول لي عايزنا نلعب ايه في اللي جاي، واعرف انك بكده هتبقى